السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض الحلويات كلها او ارخص حاجة ممكن تاكليها في الحلويات. مش بس الحلويات بالسكر، ولكن الحلويات اللي احنا هنعملها النهاردة ديت هي ناس كتير قوي بتحبها ومزاج ناس كتير، وحاجة كده جامدة جدا. هنعمل مخلل بسارية. بسارية دي عايزة اقول لكم الحاجات اللي بجد طعمها حلو قوي واكلها حلو قوي وكمان رخيصة قوي. هنعملها بقى النهاردة في 3 ايام وناكلها من غير ما نقعد وقت كتير، وهنقول كده حاجات كتير قوي النهاردة عشان نطلع بنتيجة حلوة جدا زي اللي انتوا شايفينها دي. بجد عايزة اقول لكم حاجة من الاخر، لا مهرية وملحها مظبوط وكمان طعمها حلو جدا، ولا احلى من كده خالص. اما بقى لو عايز تعرفي الحلويات دي اتعملت ازاي، ما تنسيش اللايك يلا بينا. مبدئيا كده عندي كيلو من البسارية. البسارية دي عشان نعملها بطريقة حلوة لازم توفر فيها كذا حاجة. اول حاجة عندي لازم تبقى صبحة، ما تبقاش بايتة، يبقى لونها كويس كده، ما تبقاش ممزلقة، يعني ما تبقاش بتزحلق كده وانتي ماسكاها في ايديكي. تاني حاجة كمان لازم يبقى الراس بتاعتها كده حمرا، وكمان عينيها بتلمع زي ما انت شايفة بالشكل ده. وبرضو لو تلاقيتي حجمها كويس ده يبقى احسن واحسن، ما تبقاش صغيرة قوي مدعدعة كده. دي كده بالنسبة للمواصفات اللي انا هشتريها من بره بيها. تمام. وعايزه اقولك ان هي بتبقى في الوقت دوت كتيره قوي موجوده، يعني في شهر 12. وكمان السعر بتاعها مش غالي، يعني كان الكيلو ب 25 جنيه. هغسل البساري بقى كويس جدا مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الميه معايا تنضف. بجيب بقى عندي طبق وبحط عندي البسارية في قلب مصفى عشان اصفيها كويس جدا من الميه. دي من الاساسيات اللي انا اقدر اخلل فيها وتطلع نتيجه كويسه، ما تدينيش ريحه انا مش حباها خالص. طبعا بالنسبه للشتاء هسيبها قد ايه؟ هسيبها حوالي 6 ساعات. 6 ساعات دول هسيبها فين؟ هسيبها بره. لكن لو انتي مثلا جبتيها في الصيف فلازم تسيبيها يوم بحاله في قلب التلاجة، ما ينفعش دي تتساب بره خالص، هتبص تلاقي ريحتها غيرت. طبعا بعد ما سبتها حوالي 6 ساعات بره، احنا طبعا في الشتاء، وصفت كويس جدا جدا، مبقاش فيها ولا نقطة مية. كمان هوريلك كده نسبة المية اللي هي نزلتها، هي دي كده المية اللي نزلتها كلها، مبقاش فيها ولا نقطة. كده بقت تمام جدا، والبسارية عندي ناشفة اقدر اخللها. نيجي بقى للحاجات اللي احنا هنخلل بيها. مبدئيا لكل كيلو من البسارية عليه 3 معالق كبار هرميين كده من الملح، اي ملح مش مشكلة. هنا بقى كمان نزلت معلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا هنا بتديني بس لون. وعندي كمان لمادة الحفظ عندي معلقة كبيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الكركم، وهبتدي اقلبهم بشكل كويس جدا زي ما انت شايف. بالنسبة بقى للكمية اللي انت هتعمليها ازيد من كيلو، تقدري بقى تضربي انت في 2 في 3 في 4 على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. هتزودي عندك كمية الملح والشطة والبابريكا وكمان الكركم. بالمناسبة الكركم مش بس بيبقى مادة حافظة، كمان بيديني لون حلو. هنا بقى هبتدي اجيب عندي كيس ما استعملش خالص، يعني اكياس التلاجة ديت. وبالمناسبة لو انت عاملة كمية كبيرة من البسارية، يعني تزيد عن 2 او 3 كيلو، خلي كل كيلو في كيس، على اساس ما يبقاش البسارية كلها كاتمة قوي على بعضيها. هتبص تلاقي البسارية معاكي تتهري، ودي برضو خطوة انا مش عايزاها خالص. كل كيلو في كيس عشان برضو ياخد تسوية كويسة في اقل وقت، وكمان ناخد نتيجه كويسه ما تبقاش معايا مهريه. السبب في انها تتهري لو احنا حطينا كميه كبيره على بعضها، لان اللحم بتاع البساريه ضعيف جدا وبيستوي في اقل وقت، فعشان ما نكبسهاش وزي ما قلنا تبقى مهريه جدا. هنا بقى ببتدي اجيب عندي الكيس وبحط معلقه كده من تحت من الملح والبابريكا والشطه والكركم، وبعد كده احط عندي طبقه من السمك وطبقه من الملح وطبقه من السمك لحد ما اخلص معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم سهل جدا، مفيش اسهل من كده، ولكن في شويه خطوات لو مشينا عليها هناخد نتيجه كويسه جدا ونتيجه هايله جدا، احلى 100 مره من اللي احنا بنشتريها بره، لان هي ما بتبقاش بنفس النظافه دي. يعني كفايه بس ان انت تبقي عاملاها في البيت ومتاكده ان انت اللي عاملاها وايديك نظيفه، وكل حاجه انت شغاله فيها كمان بتبقى نظيفه. هنا ببتدي احط عندي اخر الكميه بتاعه الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك الملح مش هتبقى حادقه معاكي ومش هتبقى دلعه، هتبقى مظبوطه على الشعره، يعني مظبوطه جدا، مش محتاجه انك تعملي اي حاجه تانية. خلاص كده خلصت كميه الكيلو بالشكل ده. هجيب عندي 4 معالق كبار من الزيت. الزيت يفضل جدا ميبقاش ليه ريحه خالص، يعني ميبقاش زيت تومين، ونبتدي ننزله من فوق. اخر حاجه هنزلها هي الزيت. هبتدي بقى ايه، اطلع كل الهواء من قلب الكيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مهم جدا برضو ده علشان بيسرع لي عملية التخليل، كمان ما يدخليش اي هواء موجود يغير لي من طعم البسارية. تمام. هنا بقى ببتدي ان انا الفها كويس جدا الكيس كده، واروح قافلاه واضغط عليه بشكل كويس قوي كده، بقى تمام جدا.
بالنسبه بقى لمده التخليل هتبقى قد ايه؟ هتبقى معايا 3 ايام، يعني انا عملت يوم السبت وفتحت يوم التلات بالليل. تمام. هنا بقى تمام جدا معايا كده. خلاص هتحطيه بقى في قلب علبه، هتحطيه في قلب برطمان، حطيه في اي حاجه. احنا خلاص قفلنا عليه، ومش لازم يبقى فيه كيسين وثلاثه ولا اي حاجه. زي ما قلت لك لحم البسارية نفسه يعني خفيف وضعيف قوي، فمش مستحمل وقت كتير. هبتدي اقفل عليه بشكل كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كل يوم هبتدي بقى ان انا ايه، اقلب عندي البرطمان مره يمين مره شمال مره فوق ومره تحت، عشان برضو عندي الملح كده يتقلب في بعضيه. وكمان نسبة المية اللي البسارية هجيبها بعد كده تبقى واخدة كل الكيس، يعني تبقى مالية كل الكيس ويتخلل بشكل كويس. هنا بقى هسيبه زي ما قلنا 3 ايام، ونيجي بعد ما عدى 3 ايام نفتح عليه. عايزه اقولك مش عامل ريحه مش عجباني ولا اي حاجه، فتحت عليه ريحه حلوه جدا بالظبط زي اللي انت بتشتريه من بره، بجد حلو جدا. وانا كمان متشوقه جدا ان انا افتحه. هنا بقى زي ما انت شايفه جايب كميه ميه، انا ما حطيتش ميه، ما حطيتش اي حاجه. للناس اللي اول مره تخلل ما بيتحطش اي ميه، احنا بنصفي الميه، فما ينفعش نجيب ميه ونحطها، هيبوظ معاكي من تاني يوم. تمام. الميه دي اللي جابتها البسارية. هنا بقى ببتدي ان انا هنفتحه مع بعض، وهنشوف بقى النتيجه بتاعتنا قد ايه. كانت ريحته حلوه قوي، ريحه مقبوله جدا. القوام بتاعه حلو جدا، مش مهري ولا اي شيء. عايزه اوريهولك بقى شكله عامل ازاي. بصي البسارية يعني ايه، ماسكه نفسها خالص ولكن مستويه جدا. لو مش مستويه معاكي وانت بتشدي السلسله، هتبص تلاقي في قطع لحم كده تلزق في قلب السلسله، اعرفي على طول انها هي لسه ما استوتش. لكن لما تطلع معاكي بكل سهوله بالشكل ده تبقى استوت وزي الفل. وطعمها بصراحه احلى حاجه ممكن تعمليها في اقل وقت هي البسارية. وزي ما قلنا كتيره قوي الايام ديت تقدري تجيبيه وتخزني، ممكن تحطيه في الفريزر، تحطيه في التلاجة، مفيش اي مشكله خالص. البسارية بقى عايزه شويه يعني ليمون كده وشطه وحركات، ونقعد بقى برغيفين 3 ناكل لما نشبع. وبجد احلى حاجه وانضف حاجه اللي انت عاملاها في البيت. الريحه بجد جامده جدا يا جماعه، عايزه اقول لكم من احلى الحاجات اللي ممكن تعمليها. وكمان السعر بتاعها زي ما قلنا مش غالي ولا اي حاجه. هنا بقى حبيت اوريلك يعني البسارية من تحت ومن فوق ومن جوه كلها زي بعضها، مفيش اي حاجه فيها اتهرت. عايزه اقولك بالنسبه لمده التخليل ما تزوديش عليها، يعني هما 3 ايام هتبص تلاقيها مستويه وزي الفل. عايزه بقى تراضي حبايبك كل واحده شويه كده عشان توريهم شطارتك في شويه البسارية الجامدين جدا اللي انت عاملاهم دول، مفيش مشكله. وعايزه اقولك بجد الحاجه لما بتراضي الناس بيها تدي حبايبك يعني بتكتر ما بيتقلش، صدقيني دي حاجه مجربه. يعني دايما بدي كل حبايبي، ما بستخسرش حاجه في حد. ولو عايزه بقى تريحي نفسك تقدري تشيليها متنضفه وتحطي فيها كميه زيت كويسه كده بس من غير ليمون ولا اي حاجه، بتبقى تحفه بصراحه معاكي في اي وقت يعني. وبكده يبقى خلص معايا الفيديو النهارده، اتمنى يكون عاجبك وجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. وسلام عليكم.